حبايبي وفلذات كبدي متابعين HD آسيا في كل مكان. بنت طيبة وبسيطة كل حلمها تعيش في سلام مع الناس اللي بتحبهم، لكن أختها شافت طيبتها ضعف فاتهمتها بالجنون علشان تسرق منها خطيبها الثري. بس بنتنا ما بتستسلمش وبتقرر تقلب الترابيزة على الكل. معاكم دودو من تيم HD آسيا ويلا بينا. بيبدأ مسلسلنا في قرية ريفية مجهولة كده، عبارة عن 5 بيوت وحمام مشترك ما بينهم، مع بطلتنا سوسو وهي بتفوق تلاقي نفسها رجعت بالزمن كام سنة بعد ما كانت اتوفت، وبتلاقي والدتها ووالدها واقفين جنبها، وهيون بطلنا المتملك اللي يبان قاسي من بره وهو قلبه مفيش أطيب منه، وبيكون المفروض إنه جاي للقرية علشان يخطبها أصلا. لكن بنتنا بتفتكر إن في حياتها الأولى لما اتخطبت له الحرباية نادين أختها اللي كانت معجبة بيه، فضلت وراها كل يوم بمصيبة شكل لحد ما تسببت في إنها تتجنن وتتوفى. فبتقول لنفسها وعلى إيه يعني الجنان في ده، هي دي جوازة. وبتقول له من الآخر كده أنت واد حلوة وألف مين يتمناك، لكن أنا منفعكش، لأن طلعت في دماغي دلوقتي أسافر للمدينة وأدخل جامعة، فإيه رأيك تخطب أختي؟ وبتكون والدتها معترضة على الكلام ده لأنها هتلاقي فين نسب أحسن من نسب بطلنا اللي الفلوس ما تتعدش وراه. فبتهمس لها سوسو في ودنها وبتقول لها ثقي فيا يا حاجة، مش كده المدينة مليانة رجالة أشكال والوان والفلوس ما تتعدش وراهم هم كمان، فما تقلقيش في القريب العاجل هشقط لي واحد أحلى منه واجيلك على السريع. وعشان ابننا أصلا لا عايز يتجوز ولا الموضوع فارق له، بس أهله اللي بيضغطوا عليه لأن والدها كان أنقذ حياة والده، فبيوافق على إنه يخطب الحرباية أختها، وبيعرض على بنتنا يساعدها في موضوع الدراسة وتيجي تعيش عنده في المدينة بما إنها عايزة تكمل دراستها. وطبعا نادين اللي بتكون عايشة في دور البنت الكيوتة اللي مفيش في أخلاقها اتنين، مش بتفوت فرصة زي دي وبتلزق لهم بحجة تكمل دراستها هي كمان. وأول ما بيركبوا مع بطلنا عربيته وبيتحرك، بنتنا بتفكس لهم الاتنين وبتنام، ووقتها هيون بيدي للحرباية آيس كريم، وهوب العربية بتعدي من على مطب، فبنتنا بتصحى. وهنا الحرباية بتمثل إنها خايفة تضربها علشان أخدت الآيس كريم منه، فلأن بنتنا فهماها بتبصلها بنظرة كلها خبص وبتقول لها أنا برضو اللي أعمل كده، وبعدين يا حبيبتي أنا سايبهولك بمزاجي، آيس كريم إيه ده اللي هغير بسببه. أول ما بيوصلوا لمحطة القطر واحد بيخبط فيها بالغلط وهوب بتقع في حضن بطلنا الكاريزماتيك اللي بيفضل سرحان في ملامحها. وأول ما بيلاقي نفسه هيتهور من غير سلام ولا كلام بيزقها على الأرض وهو بيقول لها لا كله إلا شرفي. وهنا الحرباية بتقول أما أعيش في دور المسكنة شوية، فبتقول لها مفيش داعي للحركات الطفولية دي، لو بتحبيه عرفيني وأنا هسيبهولك، ده انتي مهما كان برضو أختي اللي بتمنى لها كل خير، مصدقيني كفنانة ما تحلفيش. بس المهم إنها بتكسب تعاطف الموجودين في المكان وبيقعدوا يلقحوا على بنتنا بالكلام. طب بنتنا تسكت؟ نو، دي بتعلي عليها ليفل المسكنة وبتنزل لها دمعتين، وهي بتقول لها للدرجة دي مش واثقة فيا وفاكراني برمي نفسي في حضنه وإني متعمدة أعمل كده وأنا أصلا واقعة بالغلط؟ طب بالعقل ليه هعمل كده وأنا أصلا اللي قايله لي يخطبك بدالي؟ وبعد ما بتكسب تعاطف الموجودين هي كمان بتقرب تهمس لها بلاش أنا، عشان العفريت اللي عليا مش بيحب يشوفني زعلانة وبيحب ياخد لي حقي أول بأول. وأول ما بيوصلوا البيت بطلنا وجدته بتعرف إنهم ناويين يكملوا دراستهم الاتنين، الحرباية الحربقة التس بتقعد تشكر في نفسها وتقول إن لولا إنها أجلت دراستها 2 علشان تساعد أهلها كان زمان مفيش في شطارتها حد. وطبعا مسكنتها دي بتدخل على الجدة اللي بتقول لها كفاية عليها بس حنية قلبها، وإنها ركنت أحلامها على جنب عشان تدعم أهلها يا عيني. وبتكون شايفاها الزوجة المثالية لهيون اللي لا يمكن أبدا إنها تتعوض. وما شاء الله أفراد العيلة كلهم واحد ورا التاني بيشبرقوا عليها بالهدايا، فأم قلب حنين بتعمل فيها زعلانة علشان ما جابوش لأختها، وإن حتى لو هي فاشلة فما ينفعش يكسروا بخاطرها. ولأن بنتنا فهماها بتقول لها ومين بس اللي قالك إن خاطري هيتكسر، ما تقلقيش طول ما انتي مبسوطة أنا كمان هكون مبسوط. وبتبص لها بنظرة مش عليا الكلام. وهنا شياو ابن عم بطلنا بيدخل، وأول ما بيلمح بنتنا بيقف متنح من حلاوتها وبيمدلها إيده علشان يسلم، فتلقائيا الكاريزماتيك بتاعنا بيقطعه وبيقعد يتحجج له بحاجات هبلة علشان يبعد عنها، وبيكون شكلها كده الغيرة هتبدأ بدري مش كده طيب يا فنان؟ وده لأنه مش بس بيبعده، لا ده بياخده وبيطفش من البيت كله. ولما شياو ده بيقوله انت مش كنت رايح تخطبها، هي ايه اللي دبسك في اختها؟ فبيقوله النصيب بقى، بس في العموم لا هتجوز دي ولا دي اصلا، وانه قال هيخطب نادين علشان
علشان والدتها تسمح لها هي وأختها يسافروا معاه للمدينة فيكملوا دراستهم وما يضيعوش حلمهم. أما عند جدته بتتشال الدنيا وتضحك، وإزاي يعني بنتنا ترفضه؟ فبتعاملها بأسلوب مش لطيف على عكس الحرباية، وبتقول لها تنام هي مع الخدامة في بيتها بينما الحرباية تنام في أوضة معاهم في الفيلا. ولما والد بطلنا بيتكلم معاها عن إن أوضة نادين كبيرة ويقدروا يناموا فيها سوا بتقوله لأ مزاجك كده. وما بتكونش بنتنا نازله لها من زور من وقت ما عرفت إن الحربوقة التس أشطر منها في الدراسة، وبتقرر إنها لو ما جابتش درجات كويسة ترجعها للقرية من تاني. وعلى الرغم من إن بنتنا تبان ولا يفرق لها كلام حد عليها، لكن جواها عكس كده، وبتصعب عليها نفسها لما بتسمع كلام الجدة ده. وعلى عكس الجدة الخدامة بتكون لطيفة قوي معاها وبترفض إنها تساعدها وبتقول لها ترتاح هي. وأول ما بتعرف إنها بتدور على شغل تصرف بيه على نفسها بتقول لها عندي أنا دي ولا تشغلي بالك، بدل الشغل أنا هشوف لك 10. وتاني يوم نادين اللي بتقول للشيطان اقعد على جنب ونعمل دورك وزيادة بتقعد تسخن هيون عليها، وبتقول له إنها خرجت النهاردة وهي لابسة الحتة اللي على الحبل وشكلها كده منمرة على شياو ابن عمه وحاطة عينها عليه لأن من امبارح وهي بتقول فيه أشعار. وبدل ما تقول إن جدته هي اللي قالت لها تروح تعيش في بيت الخدامة بتقول له إن سوسو هي اللي رفضت تعيش معاهم وقالت هتشوف مكان تاني تعيش فيه علشان تكون على راحتها ومحدش يتحكم فيها وكيدز. وبسبب كلامها ده عينيه بتطلع شرار، ومن الغيرة شكله كده ما بيكونش ناولها على خير. وبتكون هي في الوقت ده بتتكلم مع والده عن إنها لقت شغل كمربية أطفال وطباخة وهتنقل تعيش مع العيلة اللي هتشتغل عندهم، وبيكون قلقان بخصوص دراستها فبتقوله ما يقلقش وإنها هتعمل الحاجتين مع بعض، فبيشجعها على قرارها وبيكون شايف إنها بنوتة مجتهدة وطيبة على عكس والدته. بعدها بشوية هيون بيرجع بشراره بناره يسأل الخدامة عنها، ولما بتقوله إنها بتغسل هدومها في الحمام بيروح لها وبيكون هيتخانق معاها لكنه بيتنح مكانه من جمالها، ومن التوتر بيمشي من غير ما يتكلم وبيفضل الليل كله يفكر فيها. وتاني يوم بيسمعها وهي بتتكلم مع الخدامة عن الشغل فبيفهم إن ده السبب اللي هتنقل علشانه وبيطمن. ولما الحرباية بتعرف عن الشغل نار الغيرة بتشتغل فبتقول للجدة مسكنة إنها خايفة على العيلة اللي هتشتغل عندهم لأنها ما بتعرفش تطبخ، والمرة الوحيدة اللي جربت تعمل أكل في البيت اتسببت في إنهم يتسمموا. وبتسمع الجدة الكلمتين دول من هنا وبتتجنن من إن بنتنا تسبب مشاكل للعيلة لأن اسمهم مسمع في كل حتة وفي لحظة ممكن يودوهم في داهية. وهنا هيون بيقرر يروح يحذرهم لأن الشخص اللي هتشتغل عنده ده يبقى رئيسه في الشغل أصلا. وأول ما بيوصل قدام بيته بيسمع الجيران بيتكلموا عن إن أكل بنتنا من جماله ريحته واصلة لآخر الشارع، فبيشك في كلام الحرباية. وأول ما بيشوف بنتنا بيسرح في ملامحها، وبعد ما كان هيحذر رئيسه من أكلها بيغير رأيه على آخر لحظة وبيحور عليه بإنه كان جاي يزوره مش أكتر. وبيكون هيمشي بس مرات الرئيس اللي بتكون لسه راجعة من شغلها بتقوله طب وده كلام برضه يا راجل، تيجي لبيتنا واحنا الأكل محطوط وتمشي من غير ما تاكل معانا؟ عايز الناس يعني ياكلوا وشنا؟ وبتدبسه يقعد يتغدى معاهم وبتكون أحلى تدبيسة، وده لأن الأكل بيعجبه جدا وبيتأكد إن كلام الحرباية عن إن بنتنا فاشلة في المطبخ أي كلام. وبيكون الرئيس ومراته عايزين يوفقوا راسين في الحلال علشان شايفينهم لايقين على بعض فبيسيبوهم يخرجوا يتكلموا سوا. ووقتها الكاريزماتيك بتاعنا بيسأل سوسو عن حوار إن عيلتها تسممه من أكلها قبل كده، فمن غير تفكير بتعرف إن اللي ما يتسمى عليها نادين هي اللي قالت له، وبتقوله لا ما يغركش على فكرة بقى أنا طباخة شاطرة من يومي، وموضوع التسمم ده كان سبب واحدة مش سالكة حطت مبيد حشرات في الأكل عشان تشوه سمعتي. وطبعا مش محتاجة أقول لكم إن الكائن اللي مش سالك ده هي نادين الحرباية. المهم إن هيون لما بيقول لبطلتنا تفكها من حوار الشغل ده وتركز في دراستها وهو هيتكفل بكل حاجة بتقوله كفاية عليه أختها وإنها حابة تعتمد على نفسها وما تكونش عبء على حد، وبتكون هتمشي عشان رايحة تشتري طلبات ولد بيرمي كورة ناحيتها ويا دوب لسه هتخبطها بطلنا بيسحبها عليه فهوب بتقع في حضنه قدام الرئيس اللي واقف يتصنت عليهم مع مراته وعيونهم بتطلع قلوب وحركات. وعشان الكاريزماتيك بتاعنا الرجل والرجال قليل فبيروح يوصلها للسوق بنفسه وبيحاسب لها كمان على كل حاجة بتشتريها، بعدها بيرجعها للبيت تاني وبيرجع على شغله. وهناك بيتصل يطمن والده بإن أكلها لا يعلى عليه وإنه داقه بنفسه فما يقلقش على الرئيس وإن اللي حصل زمان كان بسبب غلطة مش منها. فبيروح يطمن جدته بده. الحرباية تسكت لحد هنا؟ لأ، بتقول للجدة إنها واثقة من إنها ما بتعرفش تعمل حاجة، وطالما هيون ما شافهاش بتطبخ بنفسها يبقى أكيد الأكل اللي داقه الخدامة التانية اللي بتشتغل معاها في نفس البيت هي اللي جهزته. وطبعا الجدة بتهيص على هيصتها وبتكون راسها وألف سيف ترجعها للقرية من تاني. فابنها اللي هو والد بطلنا بيطلع راجل ذوق
والكلام ده ما بيعجبوش، فبيقول لها خلاص نلاقي حل وسط، وبيقول لها بما إن عيد ميلادها تاني يوم فيخلوا بنتنا المسؤولة عن تحضير الأكل والحلويات، ولو الأكل عجبهم يبقى تشيل فكرة إنها ترجعها للقرية دي من دماغها وتعاملها حلو بدل معاملة الضراير دي. وبنتنا بتعرف الكلام ده من هنا، وبتعرف إن الحربو أختها بتسخنهم عليها، فبتقول لنفسها يانا يا هي. وتاني يوم لما بطلنا بيعدي عليها علشان ياخدها باب البيت بيكون مفتوح، وبيشوفها نايمة على نفسها على الكنبة، فبيسرح في ملامحها وضربات قلبه بتزيد، وبيكون شكله كده واقع ومحدش سمع عليه. المهم إنه بيفوق لنفسه على آخر لحظة، وبيخبط على الباب جامد لحد ما بتصحى. بعدها بياخدها على العجلة بتاعته، وفي الطريق بيظهر قدامهم طفل، فبيقف فجأة وقتها بالغلط بنتنا بتحضنه بإيديها الاتنين، لكن الوضع بيكون عاجبها فبتطول حبتين 3 كده والضحكة مالية وشها. وهو أخيرا بيدرك مشاعره ناحيتها، فبيقول لنفسه أنا قابلت بنات أشكال والوان بس محدش قدر يخطف قلبي زيها. وأول ما بيوصلوا البيت وبتدخل هي على المطبخ، أختها بتقعد تدلع عليه علشان يذاكر لها لأن في كلمات إنجليزي مش فاهمة معناها، فعشان يخلص منها وما يدبسش نفسه بيديها القاموس بتاعه تدور فيه لما حاجة تقف قدامها وبيفلسع، فتفهم بقى إنه بيزحلقها. لا، وعلشان هي والغباء صحاب بتقول لنفسها اداني الكتاب بتاعه يعني بيحبني، والضحكة بتملى وشها. وبتكون بنتنا عارفة انها بتعطل لها موضوع انها تتقبل في اختبارات الجامعة، فعشان تحرق دمها بتقول لها انها لو ما اتقبلتش فكده بقى هتضطر تتجوز من بطلنا اللي بيسمع الكلمتين دول من هنا وعينه بتطلع شرار، علشان فاكرها ركنه احتياطي على الرف، يعني مش هتبصله لو اتقبلت في المدرسة. وهي في الوقت ده بتتعمد تبين قدام الحربية انها مش عارفة تعمل الاكل وبوظت كل حاجة عشان تروح تقول ده للجدة وتوقعها في شر اعمالها. وفعلا بتروح بسرعة تقول للجدة ان سوسو عكت الدنيا والمطبخ في بعضه، فهل تروح الجدة تتأكد بنفسها وبعدين تحكم؟ لا، دي بتشغل لهيون اسطوانة انهم يرجعوها للقرية وانها مش فالحة في حاجة خالص. لكن بطلتنا برضو مش سهلة، بتخلص الاكل اوام اوام كده، ولما الجدة بتدوق الاكل بيعجبها جدا وبينبهروا كلهم بالاكل، وبتخليهم يحلفوا بحلاوته ويقولوا انها ست بيت شاطرة ولايقة على ان بطلنا يتجوزها هي. وبيكون شكل الحربية وحش قوي قدامهم وهتطلع نار من ودانها، وبتقعد الحربية تغلي من غيظها وعشان تنتقم منها لما بتشوفها دخلت الحمام والشياو هناك بيصلح مشكلة في المية من غير ما تعرف ان جوه بتحبسهم. والجري بتروح تقول لباقي العيلة انها شافتهم مع بعض هناك، فبيروحوا يفتحوا الباب ومن قبل ما حد يقول كلمة كده ولا كده بنتنا بتقول لهم انها دخلت وهي ما تعرفش ان الشياو هنا والباب اتقفل عليهم. لكن من غيرة بطلنا بيرخم عليها سيكا وبيقول لها تحط حدود بينها وبين اي راجل، فبتقول له تمام ويا ريت بقى انت كمان تلتزم بالحدود دي، ولا نسيت امبارح لما اصريت عليا تاخدني بنفسك للسوق. وبيفضلوا يشكسوا في بعض لحد ما بتمشي. وتاني يوم من صباحية ربنا بيروح يلف لها على المدارس يمكن مدرسة تقبلها قبل امتحانات القبول بتاعة الجامعة لأن مستواها ميح خالص، لكن من غير فايدة. بينما مرات الرئيس اللي بتشتغل عندها بتاخدها معاها يتسوقوا، وهناك الموظفة اللي في المكان بتتعامل معاها بقلة ذوق وبتكون رافضة تفرجهم على اللبس غير لما آيلا، ودي واحدة من زباينهم الأغنياء، وأمها يتفرجوا هم الأول مع إنهم جايين بعديهم. فبنتنا ما بتسكت لهاش وبتعمل لها فضيحة في المكان، فبتخاف تطرد وبتديهم يجربوا الفستان اللي عايزينه. وأول ما بنتنا بتلبسه وبتخرج بينبهر بجمالها كل الموجودين. فالحربوقة التانية والجديدة المسلسلنا آيلا بتقول ازاي يعني حد يطلع أحلى منها وراسها وألف سيف تاخده هي. وبتفضل هي وبنتنا يشكسوا في بعض لحد ما سوسو بتقول لها بكل ثقة عندك اهو شبايبي، بس لعلمك الفستان حلو عشان أنا اللي كنت لابساه مش أكتر. آيلا بقى تحترم نفسها وتسكت لأنه مش مناسب أصلا لوزنها، لأ بتلبسه فبيتحشر فيها بالعافية وبتجيب التهزيق والتنمر لنفسها من اللي يسوى واللي ما يسواش، وفي الآخر لما بتيجي تخلعه بيتقطع وبتتدبس تدفع ثمنه. المهم إنها في نهاية اليوم بتطلع مع أمها على بيت بطلنا، وبتطلع إنها حاطة عينيها عليه وعايزة تتجوزه. وأول ما بتلمح بنتنا بتبصلها من فوق لتحت بقرف، وبتتعامل مع نادين هي كمان بغرور. وعلى الغدا لما بتحط لها لحوم في طبقها بترجعها لها تاني، وهي بتقول لنفسها على آخر الزمن واحدة زيك عايزاني آكل حاجة لمستها. وهنا نادين بتدرك إن بقى عندها منافسة تانية غير أختها، فبتقول لنفسها يانا يا هما والملعب بينا يا مزز. بينما والدة آيلا أول ما بتعرف إن بنتنا هي اللي مجهزة الأكل بتقعد تتريق على طعمه وتطلع فيه عيوب أشكال والوان. فآخر ما هيوم بيزهق بيقول ما بدهاش بقى، اللي مش عاجبه ما ياكلش.
وبيقول لها إن غالباً كده السن أثر على حاسة التذوق عندها، فتروح تكشف لأن أكل سوسو مفيش خلاف على حلاوته. وهنا آيلا بتتعب، وبعدها على طول الجدة بتتعب هي وأم آيلا، فكل الموجودين بيتهموا بنتنا إنها حطت لهم سم في الأكل. وبتمثل الحرباية نادين هي كمان إنها تعبانة، وبتقول إنها شافتها بتحط صوديوم بدل الملح، لكن الخدامة بتدخل وبتكذبها وبتقول إن هي اللي عملت كده. وما بتسكت لهاش سوسو هي كمان، وبتقول لها لو بتعمل كل ده علشان تشوه سمعتها وتكره هيون فيها فما تقلقش، لأن من سابع المستحيلات تكون معاه، ومش عايزة تركز على حاجة غير إنها تكمل دراستها. وبتسمع آيلا من هنا إن نادين هي كمان معجبة بهيون، فبتقلب عليها هي وأمها، وبيكونوا هيبلغوا عنها بتهمة إنها سممتهم، لكنها بتركع على الأرض تعتذر وهي بتمثل إن ما كانش قصدها، وبتختمها بإنها بيغمى عليها. وده وبنتنا قاعدة متنحة من الليفل اللي وصلت له في التمثيل لأنها فهماها كويس قوي. المهم إن بعد محاولات ومحاولات، والدة شياو ابن عم بطلنا بتقدر تقنع والدة آيلا ما تبلغش عنها، وهي أول ما تفوق هترجعها للقرية من تاني. ولما بنتنا بتروح لشغلها عند مرات الرئيس بتعرض عليها تشارك في حفلة رقص هتتعمل تاني يوم مكان واحدة زميلتها بتشتغل ممرضة مش هتقدر تحضر، وبتفضل وراها لحد ما بتوافق بعد ما بتعرف إنها هتلبس قناع ومحدش هيتعرف عليها. وبتكون الحفلة دي تبع المصنع اللي بطلنا بيشتغل فيه، وفي النهاية بتتدبس إنهم يرقصوا سوا. وأول ما آيلا الحربوقة اللي شبه أمها بتشوفها بتروح تزقها بعيد عنه من غير ما تعرف إنها سوسو، وبتقول له يرقص معاها هي. فابننا بيفكس لها وبيقول لها ماليش مزاج، وبيسأل بنتنا إذا كانت حابة يكملوا رقصتهم، فبكل غرور بتبص لآيلا من فوق لتحت وبتقول له of course baby come on here. أول ما الرقصة بتخلص بتتهرب منه، بينما هو بيكون هياكلها بنظراته، وشكله كده بيكون عارف إنها سوسو. المهم إن بيكون في عرض مواهب مختلفة، ولما بتقرر تشارك فيه الحربوقة آيلا بتوسخ لها فستانها من غير ما تاخد بالها، اعتقادا بإنها بكده مش هتشارك. لكن بنتنا أول ما بتاخد بالها بتقول حركة قذرة زي دي ما تطلعش غير منها، وبتفهم نواياها من ورا اللي عملته ده، فبتضحك وبتقول لنفسها إما وريتها ما بقاش أنا سوسو، وبتقطع لها الورقة اللي فيها المقطع اللي هتعزفه، فما بتعرفش تعزف حاجة وبتجيب لنفسها التهزيق. وهنا بنتنا بتطلع للمسرح ومن غير ما حتى تغير فستانها بتغني بكل ثقة، وبسبب رقة صوتها بينبهر كل الموجودين بما فيهم بطلنا. فنار الغيرة بتشتغل عند آيلا وبتطلع تشاكل فيها على المسرح وتتهمها إن هي اللي قطعت الورقة. فبكل سلام نفسي بنتنا بتقول لها وهو أنا هعمل كده ليه يعني؟ هو أنا أعرفك أصلا يا مدمازيل؟ الله. وبيدافع بطلنا هو كمان عنها، وبيقول لها طالما مش معاها دليل يبقى ما تتكلمش. فبتقوله إنها واثقة بإنها مخبية الورقة في لبسها، وبتفضل هي وبنتنا يشكلوا في بعض لحد ما المسؤولة عن المكان بتلاقي الورقة في شنطتها هي مش في شنطة سوسو، فبتهزقها قدام الموجودين وبتقول لها إنها أكيد بتعمل الحوار ده كله عشان غيرانة من إن هيون فضلها عليها، وبيهاجموها كل الموجودين. فبتحط لسانها في بقها وما بتعرفش تنطق، ومن الإحراج بتسيب الحفلة كلها وبتمشي. في نهاية الحفلة قبل ما بنتنا تمشي بيلبسها بطلنا الجاكيت بتاعه وبيديها قلم هدية، ولسه هيديها حلويات من معاه بتطلع جري على بره قبل ما يعرف إنها سوسو، ولأنه أصلا بيكون شاكك إنها هي بيخرج وراها بسرعة على أمل يقدر يشوف وشها، لكن للأسف ما بيلحقهاش وبتمشي. ولما بيرجع البيت بيفضل الليل كله يفكر فيها ويفتكر إحساسه ناحيتها وهم بيرقصوا سوا. المهم إنه لما بيعرف إن اللي رقصت معاه ممرضة بيروح المستشفى اللي بتشتغل فيها يسأل عنها، ولما المديرة بتقوله إنها واخدة أجازة بيسيب لها شوية حاجات كان اشتراهم لها وبيطلب منها تبقى توصلهم لها. أنا بدأت أشك إن هيون ده اسمه الحقيقة أحمد والله. المهم ده واحد من كام يوم بس كان شايف بنتنا أنسب حد ليه وإن مفيش في جمالها اتنين، دلوقتي بقى معجب بواحدة تانية لمجرد إنهم رقصوا سوا حتى لو هما الاتنين واحد، فده مش مبرر طالما هو مش عارف، والمفروض كلنا نتقمص منه دلوقتي. المهم إن الحرباية نادين بتعرف بحوار انتحال بنتنا شخصية الممرضة، فأول ما بتعرف إن الممرضة دي خلاص رجعت لشغلها في بيت مرات الرئيس بتروح تتفق معاها ما تعرفش بطلنا إن سوسو هي اللي انتحلت شخصيتها في الحفلة، فبتوافق وكله طبعا بالفلوس. وأول ما بنتنا بتروح للبيت ومرات الرئيس في شغلها الممرضة دي بتطردها وبتقول لها إنهم خلاص بقوا مستغنيين عن خدماتها، فبتمشي وهي مش عارفة هتروح فين ولا هتعمل إيه. وفي الباص بتركب واحدة مع بنتها الصغيرة، وواحدة من الركاب بترفض تركبهم جنبها، فبتمسح بنتنا بكرامتها الأرض وبتخليها تقعد جنبها هي، وبتفضل الطريق كله تلاعب في بنتها اللي بتكون كيوت خالص.
وفي الآخر الست دي بتنسى شنطتها، فبتنزل بنتنا جري وراها تديها لها. وقتها بيقفوا يتكلموا مع بعض، وبتعرف الست دي إن الإنجليزي بتاع بنتنا كويس، فبتجيب لها شغل كمترجمة وبتودعها وبتدخل المستشفى. وبتكون رايحة تزور هيون بطلنا اللي بيكون تعبان شوية، ومن كلامهم مع بعض بنعرف إنها أمه الحقيقية. وتاني يوم الحربية نادين عشان تخلي الجدة ترجع سوسو للقرية بتضرب وتوقع نفسها، وبتروح تقول لها إن هي اللي ضربتها. فبتقلب بنتنا الترابيزة عليها وبتقول إنها كدابة، وإن هي اللي ضربت نفسها عشان تقلب العيلة عليها. وبتثبت لهم ده بإنها بتطابق صوابعها مع الصوابع المعلمة على وشها، على عكس صوابعها هي اللي ما بتكونش متطابقة. وبتقول بنتنا تحمس الموضوع شوية كمان، فبتقول إنها عذراها وإن أكيد تصرفاتها دي ناتجة عن مرض عقلي. فهنا الجدة بتخاف على نفسها وبتطلب منها ترجع القرية أحسن لحد ما تتحسن، وبكده تكون شربت من نفس الكيس اللي كانت عايزة تدوقه لبنتنا اللي مفيش أطيب منها بس يسيبوها في حالها. المهم إن الحوار ده كله بيكون داير عند هيون في المستشفى، ولما الجدة بتعرض على بنتنا ترجع تعيش معاهم من تاني بتقول لها إنها ممتنة ليهم على كل حاجة عملوها، لكنها مش هترجع خلاص. جدع يا بنتي يا سوسو، كل اللي الكرامة يا قلبي. وبتعرفهم كمان إن في واحدة ساعدتها تلاقي شغل وهتوفر لها سكن كمان، وبتودعهم وبتمشي وهي ما تعرفش إن الست دي أصلا تبقى والدة هيون. المهم إن وهي خارجة بيحس من مشيتها إنها البنت اللي رقص معاها، فبيروح وراها. ووقتها بيسمعها بتتكلم مع واحدة من اللي بيشتغلوا في المستشفى، وبيتأكد إن هي فعلا. لكن فرحته ما بتكملش لما بيسمعها بتقول إنها استحالة تحبه وإنها هتركز على مستقبلها وبس. في نفس الوقت ده ونادين ماشية في الشارع بتخبط في آيلا بالغلط، فما بتصدق آيلا بقى وبتنزل فيها تهزيق. فهنا نادين بتقول لنفسها بما إنها خسرت كل حاجة فتلعب عليها وتخليها تدمر أختها بما إن هي ما تعرفهاش، وبتقعد تتمسكن عليها وتقول لها إن أختها تسببت في طردها من البيت عشان تسرق هيون، وبتقنعها إنها طيبة وغلبانة وإنها شايفة إنها أحق حد بهيون، وبتسخنها على أختها وبتقول لها إنها ناوية تحضر امتحانات القبول بتاعة الجامعة بمساعدة والد هيون، فتبوظ لها الموضوع. وفعلا بتنشر نتيجتها في كل مكان، وبتقول إن واحدة زيها ما ينفعش تحضر الامتحان حتى مش تنجح فيه. وبناء على درجاتها فالناس بيبدأوا يهاجموها ويشوفوا إنها مش مؤهلة تكون في جامعة وإنها تحضر الامتحان بالواسطة. وبتكون الجدة عايزة ابنها ما يساعدهاش بسبب خوفها من إن الإشاعات تأثر عليه، وبيرفض وبيقول لها إن درجاتها في الثانوية كانت وحشة، لكن الفترة اللي فاتت كانت شادة حيلها في المذاكرة وعندها معلومات كتير، فواثق إنها هتنجح في الاختبار وتدخل الجامعة اللي عايزاها. وبيدعمها بطلنا هو كمان، وأول ما بتنقل للسكن الجديد بيبعت لها مع مساعدين وعفش وحاجات كلها أساسية للبيت على إنها هدايا من غير ما تعرف إنها منه. وبعد فترة بتحضر الامتحانات فعلا وبتطلع الأولى على الطلاب كلهم. ولما آيلا بتعرف ده بتتشال الدنيا وتتحط، وإزاي واحدة فلاحة زيها تجيب درجات أعلى منها، لكنها في النهاية ما بتقدرش تعمل حاجة وبتمسح بنتنا الأرض بكرامتها على اللي كانت عملته. وفي النهاية بطلنا بيقول لها تديله فرصة ويتعرفوا على بعض من أول وجديد لأنه بيحبها. فبنتنا أم كرامة إكس لارج بتقرر تتقل عليه شوية وبتقول له سيبني أفكر علشان حاليا ماليش مزاج للحب والكلام الفاضي ده، وبتسيبه وبتمشي والضحكة مالية وشها. فجري بيروح وراها وهو مقرر ما يسيبهاش غير وهي موافقة. وبكده بينتهي مسلسلنا. سلام.